هلا حبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. جيت وياكم البارت 30 من قصتنا مرة في الأربعين الجزء الثاني. طبعا حبايب قلبي آسفة على التأخير، بس والله كنت مريضة وهسه يلا طلع صوتي. المهم نقول بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله، استماع ممتعة وقراءة ممتعة. مرت 10 أيام على زواجي، عبير زينة وياي هالأيام وتنتظر الأخبار. قررت أروح أزور بابا، والسنان وافق، بس بشرط ياخذني الصبح والمغرب يجي وراي يرجعني. استأذنت من عمتي من الليل، لأن الأصول تقول لازم أستأذن منها هم حتى تعرف. بس قلت لها عبير نطت من مكانها، قالت لي روحي، من حقك تزورين أهلك ويتغمزدي. وعمتي قالت لي من حقك بنتي وسلمينا على الحجي. قلت لها الله يسلمك. قمت أروح للغرفة، اجت وراي عبير، قالت هيومة لا تنسي موضوعي. أنا ابتسمت لها وقلت لها إيه، وأنا خايفة من تالي هالموضوع. ثاني يوم رحنا لبيت أهلي من 7:30 الصبح. بابا كان يعرف بجيتي لأن خابرته من الليل، فهو فتح لنا الباب. ماجدة بعدها ما منتقل للسكن يم بابا. سلمنا علي وسنان، بس سلم استأذن وراح للشغل. أني ما تريقت في البيت، فسويت ريوق وقعدت ويا باباي بالمطبخ نتريق. قال شلونهم عيالك وياك؟ أني أخوطن باستكانة شاي. قلت له الحمد لله، مدلليني آخر دلال، ما ردت أقلقه علي، هو مريض. قال الحمد لله باباتي، انتي طيبة وتستاهلين الدلال، تعبتي بحياتك وما تهنيتي بشبابك، هم زين الله عوضك بسنان واهله. قلت له الحمد لله. قال اليوم اروح أن استلم التقاعد، وصيت مثنى يجي وراي ويوصلني للمصرف. قلت له ايه روح، اني بالبيت، شو تريد للغدا اطبخ؟ قال لا باباتي لا تطبخين، اني اجيب من السوق. قلت له ليش يا بابا؟ ما يحتاج تكلف نفسك، اني اطبخ الموجود. قال ماشي بنتي، مشتاق لطبخك، ولو أمالي تطبخ وتودي، بس مشتاق ومشتهي نفسك بالطبخ، ما فرقت عن طبخ أمك الله يرحمها. كملنا ريوق. بابا قال أروح أن أبدل، هسه يجي مثنى، اتفقنا ب9 يجيني. راح بابا، أنا شلت المواعين أغسلها، كان أسمع صوت هورن سيارة مثنى. دخل من باب الحديقة للبيت، لبست حجابي، وصل لباب المطبخ، رحت فتحت له باب المطبخ وهو صافن بوجهي، يلا سلم. مثنى هو يبتسم، صباح الخير سكت. رجع قال هو كابر شلونك بنت عمي؟ عود راد يقلها حبيبتي بس ما قال. المهم قلت له صباح الأنوار شلونك؟ دخل قاعد بالمطبخ، قال نحمد الله، انت شلونك؟ قلت له الحمد لله. شلون السنان وياك؟ قلت له الحمد لله. رجع صفن علي وباوع لي عين بعين، لدرجة خجلني، قطع صفنته صوت بابا. قال ها ابني اجيت، خو ما تأخرت عن شغلك؟ قال له لا، حتى لو كل شي فدوة إلك. قال له بابا الله يرضى عليك، واليدي من دونك ما تحرك من هنا لهناك. قال له الله يطول بعمرك، كنا يلا نطلع. بابا قال ايه ابني. صفنت عليهم وش قد تندمت ما تزوجته من تمت خطوبتنا وضيعته من ايدي، كان مهما يكون هو يداريني ويداري ابوي. طلعوا وراحوا وسديت الباب، توني اريد ان اطلع من المطبخ، اندق باب المطبخ شفته مثنى. فتحت الباب، قال بس الهوية عمي نساها بالكنتور. قلت له ايه حاضر هسه اجيبها. رحت لغرفة بابا ادور قوة، لقيت الهوية. ردت اركض لحق انطيها بسرعة، سديت الكنتور واريد ان اطلع مستعجلة. طخيت بصدر مثنى وايدي صارت على صدره اللي جاي وراي حتى يشوفني ليش تأخرت، وهو لا اراديا فتح ايده حتى يوقفني. مرة كطي، خجلت وقمت امتمت ووجهه مقابل وجهي، ما يفصلنا غير سنتيمترات قليلة. هو لا حتى يبلع ريق. قلت له هاك بتقطع. قلت له هاك الهوية. قوة طلع صوته وقال ايه شكرا. وكان تجي عينه بعيوني، كانت تجي عيوننا بعيون بعض، وقرب شفته وباسني من خدي، وراح طلع بسرعة.
طلع وخلاني مصدومة وإيدي على خدي أتلمس مكان قبلتي على خدي. إيش قد تحركت مشاعري ودموعي قامت تنزل، ندم بندم، ندم لأن ضيعت مثنى من إيدي، وندم لأن خنت سنان من وراء. قعدت أبكي بحرقي لين كاتمة طول هاي الأيام اللي فاتت حسرات بقلبي، وزواجتي القشرة اللي ما خلتني أحس إن أني عروسة وفرحانة مثل غيري من العرايس. ولا ندمي على مثنى، ولا أخت سنان اللي تريدني أتكلم مثنى عنها وتنتظر الخبر. قمت أشتغل بالبيت وأبكي، أريد الزمن يعود ويرجع لورا، أريد أصحح أخطاء سويتها بالماضي. أريد أمي، محتاجة أشكي همي لحد، محتاجة أحد يسمعني. لبيت نفسي بحياة مو حياتي، غبية طول عمري غبية. ظليت متكدرة وضايجة من نفسي لحد ما رمش لي سنان، ورجعت رمشت له عودي يقول لي انتي على بالي بترميشته. وراها بابا اتصل وطلب أحسب حساب مثنى على الغدا ويانا. سويت تشريب لحم أصفر ويا التمن ودجاج شوي. ب12 إجوي بابا ومثنى، كان بابا متسوق أنواع وأشكال وجايب نفرين كباب شوي. حضرت السفرة على ما غسله وصله بابا. أنا كنت ما أقدر أحط عيني بعيون مثنى، قمت أتجنبه والجو غيم، غيوم سودة ماي مطر. قعدنا نتغدى مثنى قعد مقابيلي وجهه بوجهي. قمت آكل وبابا يعزم مرة بي ومرة بمثنى، لأن اثنين الظاهر ما نشتهي. كملنا وأخذت المواعين للمطبخ وسويت شاي. غسلت المواعين، رجعت قعدت وياهم وأخذت صينية الشاي وياي. صار حكي بينه وبين بابا. بابا قال لي ليش ما تتزوج؟ قال له عمي رحمة الوالدة يقصد الموضوع، روحي كشت من النسوان ما تحلى بعيني وحدة بعد. عاد ردت أفتح موضوع عبير، قلت له بنات قرايب سنان تخبلوا عليك وعلى شخصيتك، كلهن سألوني عنك وعندي عروسة إلك. وضحكت، شنو رأيك بخس سنان؟ خاش بنية وحبابة واصغر منك بسنة. باوعلي هيج بحيث خوفتني نظرته، وقالوا منو قال لك أريد أن أتزوج عود؟ إذا ردت تعاي عاتبيني فهمتي؟ مثنى. هسه نجي المثنى. أنا وين وأنت وين يا هيام؟ من الصباحيات الله هزيتيني هز الثواني حسيتك ما متزوجة، وقبلتك بخدك، خليتيني طاير من السعادة. وهسه تقولي لي اتزوج وجماله؟ منو العوبة أخت رجلك؟ هالقد ما أحبه أتزوج أخته. هو لو بيدي أطلقك واخذك لي، وراح انتظر لو أدري العمر كله. أوف إيش قد أحبك. أيام نرجع لها. أنا دنقت راسي وقلت إيه براحتك. قمت للمطبخ أخذت الاستكانات، بابا قام للتواليت يكرمون. وقفت أغسل الاستكانات، لزمني من زندي دارنا علي. مثنى ما تحملت من قام عمي للتواليت. رحت للمطبخ درتها علي، هي رجفت من لزمتها. قلت لها صدقي لهالدرجة وصلت عندك تردين تزوجيني تخلصين مني؟ هيام باوعت لعيونه متعصب ويخوف عاقد حواجبه كالعادة. وقلت له أني ليش أخلص منك؟ إيش عندي وياك حتى أخلص منك؟ بالعكس أريد مصلحتك وأعزك وأريد لك الفرح. مثنى هاي يا فرحة، وهي من منو؟ العابة خسنان من كل عقلك. قلت له اي خوش بنية وحلوة. قال منين حلوة يمه؟ كل حبايات بوجهها، ايش كبرها غير تلعب نفسي. وثم اذا ترديني اتزوج تلقيلي وحدة حلوة مربربة وشعرها طويل وضحكتها تخبل ومن تضحك وصوتها عذب مثلك، ساعتها وافق. ردت أحرق قلبها، عرفت غار. أنا من سمع ضجت وما أعرف قلبي ليش صار نار. وأني أسمع مواصفاتها، يعني إذا لقى هيج مواصفات يتزوج. قلت له بحدة ونترة إيه إن شاء الله تلقاها. ونفضت إيدي من المي، ردت أروح لزمني من ذراعي وسحبني إليه وقرب راسي من راسه وهمس وقال لا تغارين ولا وحدة تاخذ مكانك بقلبي، ولا ألقي مثلك مستحيل، وراح أنتظرش طول عمري. تدرين ليش؟ لأن متأكدة تحبين وندمانة على زواجك. لأن ندمانة على زواجك وأني أهمك.
قلت لي يتهيأ لك ولا تهمني زواجي تم، ليش أتندم علي بعد؟ قال مثنى حطي عينك بعيني وقولي لي ما تهمني. قلت له عوفني مثنى عيب، مرة متزوجة أني بعد هديدي وأني أحبه رجلي. قال كذابة انتي تحبيني اعترفي، لا عاد وعيونك أكبر دليل، ندمانة وباكية من عرفتك الصبح، عرفتك حتى أكثر من نفسي، عرفتك أكثر من نفسك، وشغلة الزواج ما أتزوج، أخذيها من عندي أخذيها وعد مني، أحبك وأظل طول عمري أحبك وانتظرك، يلا أودعناك. ترك إيدي وراح طلع، ضليت أباوع وراه، طلع صعد وشخط سيارته وراح. اختنقت ورحت للسنك، وقفت فتحت المي أذب المي على وجهي وأبكي. قام المطر يزخ برا، المطر نزل ويا دموعي. ظليت العصر ببيت أهلي، وليد إجا وشفته حبيبي، ظلينا نسولف. عرفت مقدم على بعثة دراسية بماليزيا ويريد يروح. بابا ضايج علي ويريد يرجع البيت، يريد يرجع البيت المثنى ويروح يسكن يم أم وليد، أو يأجر بيت صغير كلش قريب على وحدة من خواتي. اقترحت علي يتزوج، ما قبل. زادت هموم قلبي أكثر بهالأخبار. عرفت بيومها لمتنا راحت بعد للأبد. سنان المغرب إجاني، حاول بابا ويانا نبقى على العشاء، بس سنان أبو طبع نحس، ما قبل مستعجل لبيتهم الحلو. ودعتهم وبابا شال صفطة من فلوسه حطاها بجنطتي. قد حاولت أرجعها ما قبل، همسلي مصرف جيبلك، أخاف تشتهين شي إلك. شكرته ودعته واني خانقتني العبرة، وبودي ما أروح أكره بيتهم. وصلنا للبيت، استلمتني عبير، سألتني عن مثنى. قلت لها رافض الزواج لأن ما يصير عنده جهال، ما أريد يظلم بنات الناس إلا إذا ما تردين جهال. شو أسوي؟ ما لقيت غير هالحجة حتى لا تشد وياي. قلبت خلقتها علي وضاجت وقالت إيه هم زين يعرف بنفسه، ما أريد يظلم أحد، لا عيني أنا أريد انجهال، الله يسهل له لابن عمك. وقامت عافتني. ضحكت عليها وقلت والله يا الله اللي يسمع يقول هو خاطبك شنو، الله يسهل له. عاد وراها بدت وأعلنت الحرب علي. قامت ما ترحمني بشغل البيت والكرف من الصبح لليل. مر على زواجي شهرين، وصار كل وقتي وحياتي تنظيف وترتيب. هالبيت اللي إشقد ما تعدل بيه ما يفيد. أهلي قام بالشهر مرتين ياخذني قوة، خاصة ورا ما سافر وليد لماليزيا. وبابا حاول يرجع البيت المثنى، بس مثنى ما قبل. انتقلت ماجدة وسكنت مع بابا وأم حسين، هي وبناتها ساكنات على طول يمنه. وعلى أقل حكاية أحكيها بالدين يقولن انتو السنة هيك من مذهبكم كله غلط، وانتي اتبع رجلك. كنت أسمع منها طلع منها، لأن أني وسنان ما نعترف بالطائفية، حتى لو طرفين من أهلنا اتكلموا. من كثر الشغل والتعب قمت ما أملك وقت سنان أبد. ما عدا كلام عني من ورا ظهري. بيوم سوى مشكلة من الصبح، لأن سنان ما سحب مي من وقت وما ترس تانكيات. أسمع عبير صوتها يلعلع وتقول بس يعرف هو مرتين يسبحون. رحت لها قلت لها مو سحب بالليل ترس تانكي وراها انقطع المي. قالت فضل علينا تارستانك واحد، هو ما يكفي غسلة كفشتك بس تعرفين. تخبرت قلت لها ترى عيب بنت مثلش تحكيج كلام سخيف وفشار. كانت تفتح لي عيونها وتعيط علي، ولك منو السخيفة يا حقيرة، أم الرجولة يومية بحضر رجال. ما تحملت أبقى أترادت وياها. قلت لها أني ما أعرف أردن عليك، بس عندك أخواني يردون عليك.
بس عندك أخوك يرد عليك. عفتها وهي وعمتي رحت لغرفتي، قفلت الباب، خابرت مروة، بس قالت ألو قمت أبكي وأشكي لها حتى أرتاح. حكيت لها كل شي، أني أبكي وما أدري بالحية واقفة تتصنت علي. سديت الموبايل من مروة، قمت أبكي. تالي صار صلاة الظهر، طلعت أتوضى وأشوف علي يقول لي هيام إحنا بشنو مأذينك أنا وتيسير حتى تسبين وتغلطين علينا وتشكين لأبوك علينا. تفاجأت بكلامه، قمت أحلف له ما حاكيه، ما جايبة طاريكم وما حاكي هيك، ما يصدقوني. الأخت معبية راسهم ضدي لأن كانوا زينين وياي، خربتهم وحرقتهم علي. هسه أحلف ولا يصدقون، وهي تحلف وتقول قالت عليكم حقراء وسرسرية. شلون تبلي علي. علي قال إذا إحنا هيك ما تبقين ببيتنا لحظة، وعيط علي عيطة وقال حقيرة يلا برا. انصدمت بيهم وقمت أتوسل بيهم ماكو، قلت لهم خابروا سنان خلي يجي ياخذني. عبير قالتي أخذ سنان هم وياك، هذا هدفكم من أول يوم تاخذينه وترحين يمه هلك بنتي الكلب. وبكتها قلبي كان راح يوقف من القهر. خابروا على سنان، قلت أكيد ما راح يرضى بهالوضع. إجا سنان ورا نص ساعة وبس وصل ما رحموا. كل من يحكي شكل وما حد يخليني أحكي. كان يجي زوجي الشفية ويضربني راجدي، والله حتى أنا عرفت الشفية، استغفر الله ربي، ويعيط علي قومي لمي هدومك والبيت أهلك يلا يلا. بقيت واقفة مصدومة منه. لزمني من ياخذ ثوبي وشمرني بغرفتي ويكسر ويفلش الغرفة. قمت ألم الهدوم بجلدتي وأنا قطرة دم ما بقى بي. هالقد أخدم بيهم واكرفلهم من الصبح لليل. هاي جزاتي، هاي تاليها. ما خلى شي سنان بالغرفة ما فلشه. كل مكياجات وعطوري كسر باب غرفتي وسوى بيها خسفة. طلعنا واخدني البيت أهلي وتسولت طول الطريق بيها، ولا يقول البابا حرام وتوسلت طول الطريق بي. لا يقول البابا حرام يلقى هو صاحب مرض ولا فات. بس وصلنا قال لي البابا عمي هاي بنتك ما تحترم أحد، ربيها من جديد. ظل يحكي البابا وأني أحلف ما غلطة، أختي هي اللي تفشل وتغلط. ما حد يسمعني، عافني وراح. ظليت أبكي وأقول للبابا الحقيقة بس ما يصدقني. يا رب وين أروح؟ شطت. ظليت ببيت أهلي شهر تقريبا، ما حد سأل ولا أحد إجي ولا خابرني سنان ولا دز مسج حتى. كل ما كان يجي أحد ببيت أهلي أنهزم أتخبى بغرفتي القديمة حتى لا حد يعرف أنا زعلانة. تالي بيوم كسرني بابا ورجعني بعد ما خابر سنان، وقعد ما أغلط ولا أتعارك ويا أحد. رجعت ذليلة ذني بابا حيل وجوههم ما يقصها السيف. رجال العصر الخبصة وجيت بابا وكان متسوق لهم بابا أنواع وأشكال حتى لحم تسوق. قاعد بابا بالهول وعمتي وعبير بالمطبخ كالعادة. رحت حتى أطلع الغراض وأحضر عشاء. سمعتها يم باب المطبخ واقفة هي وتقول اليوم جدتي وجايبها أبوها ويتعشى عدنا. بلحظة همتت إلا شوية، رأسا طبيت بوعت بنظرة استصغار وبدون ما حاجيها كلمة. طلعت اللحم وقمت أثرم بيه أسوي حميسة لحم. عاد شالت خشمها وطلعت من المطبخ. إجي سنان ما سلم علي، وراح البابا عود يعرف الأصول سلم علي. حمويني وعمتي اعتذرت منهم، بس عبير لا. كملت العشاء وصبيت. طبعا بابا ما ياكل الأكل بقى لهم. ورا العشاء أجر بابا تاكسي وراح البيت. غسلت بمواعين ورحت غرفتي. طبعا لاعبين بخلقة الغرفة قهر والله قهر. قمت أعدل وأرتب بالغرفة ودموع تصب. كملت ل11 بالليل هو قاعد بالغرفة ولا كلمته. رحت فرشت لي بالقاع ونمت حتى ما ريت قربه بعد، وقع من عيني. ظليت الأيام هيك ما حاكي أحد، أشتغل وأخلص وأطفي غرفتي. كلامهن مستمر عني ويا جارتهن، ومن يجي الليل يتوسل بي سنان
قمت كل ما أدخل المطبخ يسكتن أطلع يبسبسن عافية مطبخ ما يغادرون من الصبح لليل. كنت أنظف وأرتب وأعدل مو شي بس لأن ما متعلم مع الوساخة وعدم الترتيب، وإذا شغل يبقى على عبير ما راح يتنظف البيت تعوفه وسخ ومبهذل. مر شهر قامت عمتي تسألني ليش ما حبيت الهسة، كنت أقولها بيد الله. مرة سمعت عمتي تقول لأم حسين عاقر يمكن الصوت منها، بس دخلت للمطبخ سكتن. عاد هذيك سألتني ما عندك شي بالطريق يا خالة؟ جاوبتها لا أنا عاقر. مو عمتي تقول ليش بعد شو تسألين؟ وعفتها طلعت ورا ما فشلتهن. ننطل قلم السنان. مر على زواجنا أشهر وعبير أختي أعلنت الحرب على هيام وخلت الكل يصير ضدها. أمه ما تقدر على عبير كل شي ولا عبير عدها، تسمع منها كلام عن مذهبها وتسكت، وكل ما الأرملة صار الاسم الرسمي الهيام من قبل عبير، وهيام تسكت. وتالي الليلة اطلع بيها أظل أتوسل بيها ما تقبل تقرب لها وتريد نعوفها، وكنت أتعصب عليها وأظل أحكي عليها أنا هم إلي حق عليك. كانت ترد علي وتقول حقك انت طول نهارك بالشغل مو بالبيت، أنا مو تعبانة بس لا ضايجة مهانة مذلولة، أبقى يوم بالبيت واسمع كلامهن عني ويا أم حسين، والنوب انضاف لي لقب جديد العاقر. هي كانت العاقر ما أدري ليش ما تريدهن. هي ضحكت مو رديتهن، قال لي ليش ما ترديهن؟ ضحكت قلت له ما رديتهن، تاليها ضربتني ووديتني لأهلي. اسكت الخاطر ربك عوفني خلي انام، باكر وراي طبخ وتنظيف، كنت حاكي امي بس دوم ينتهي نقاش وياها بحوار عقيم، مو من حقي اعترض وهيام لازم تشتغل وهي ساكتة. أقول إما احكي ويا عبير خلي تساعدها، أدري مو هي بنية خلي تساعدها. تقول الأم ابني ما حد خابرها، ما حد جابرها تنظف هي تحب الشغل ماشي انتي وقولي لها لا تنظفين. صار سنان بعد أقول لها وأني أقوم أنظف ما نريد منية من مرتك، من باكر أزم مكنستي وأنظف. قلت لها مو قصدي يما بس خلي عبير تساعدها. قالت لا ابني لا أني أنظف مدام مرتك تشكيلك من شغلنا ولا منيتها. أرجع لغرفتي ألقى هيام نايمة كأنما وسيلة احتجاج عدم النوم ضدي، تعاقبني على أهانات أهلي إلها بهمالي. كنت أيام الخميس أجيب لها شغلات تحبها وأحاول وياها حتى لا تنام وتسهر وياي وتعوفني رغم ذلك وتنام. تعبت أنا وقمت ما أطيق أوصل البيت، عبالي من أتزوج حب حياتي أتهنى. نجي الهيام ورا شهر قمت أحاكي عبير شوي على قص شغل البيت. بيوم جمعة وسنان بالبيت كملت شغلي وكانت طافي الكهرباء. ردت أغسل لي كم هدمة إلي والهم قعدت بنص الغسل المي بارد مال السخان قمت رحت ترست جدر مي وعلى المشعل خليته بالحمام، كنا حاطين الاحتياط نحمي مي إذا طفى الكهرباء. قام يفور المي أخدته منه شوية وقمت أغسل الهدوم، وردت أقوم كان تجيب عبير وجبة هدوم. قلت لها لعد ما طول واقفة انطيني المي اللي بالجدر كله وديري إلي بالإنجانة وخليني أكمل الغسل. قاعدة أحط الهدمة بالإنجانة وظهري إلها ما حسن إلا مي حار اندار على صفحتي اليمنى وحرقتني. قمت أصرخ وعيط من الحرارة، وعمتي إجتني وسنان. علي إجي هجم على عبير سحلها من شعرها سحل ما أعرف ليش، وأني بالحمام أقمز من الحرق.
جاب سنان عبايتي ولفني بيها قبل أخذوني للمستشفى. ظليت أبكي من خصري لصابع رجلي، انصلخ جلدي. وصلنا للمستشفى، الطبيب تخبل سنان. كان يوم جمعة إجازتي بالأسبوع، وقاعد العصر أتفرج على التيفي وهيام تغسل هدوم بالحمام. فجأة سمعت صراخ، ركضت عليها لقيتها تقمز بالحمام، وعلي سحب عبير وسحلها من شعرها وضرب بيها. ما همني شي غير هيام. رحت جبت عبايتها، صرخت على علي، ركض جاب سيارة جيراننا واخذناها للمستشفى. الأطباء تخبلوا من شافوها، قالوا لازم نبلغ على الحادثة. أمي كانت ويانا تصلخ وتلطم بخدودها، وتعرف عبير تروح بيها. هيام كشفوا جسمي كله، وأني متت شطت ياول يجي يكشف علي. قبل نتوصل بالأطباء لا يبلغون ونحلفهم بأنه هي اللي دايرة المي على نفسها. اضطريت أخابر أهلها. إجا أبوها وأم وليد وياهم. مثنى كان يلزمني مثنى ضرب بوكسيات، وعلي فاكك بينه وأني ما رد علي. حقهم شوهت جوهرتهم، كل صوتي لازم أطلقها، خلي ترتاح مني ومن أهلي. يتبع البارت 31. نجي الهيام. الألم مدى أتحمل الممرضات والدكتور يحاولون ينظفون ويعقمون الحروق اللي صارت عندي. أحس روحي قاعد تطلع مني، وعياطي والعياط وبكي ما له والي. واسمع برا صوت مثنى وبابا واختي أم وليد، ويا صوت علي وعمتي سنان. نجي سنان طلع الطبيب وهو يسب ويغلط علينا، وقال منو زوجها. جاوبت أني. قال الممرض تشكي من حروق من درجة الأولى ببعض المناطق بجسمها، ومناطق أخرى أخف بها الحرق. بس أقدر أقولكم تشوه جسمها، بشر اللي داير المي عليها. قولوله تشوهت البنية خليه يرتاح. هسه انطيناها مورفين على مود يسكن الألم اللي عندها، ما تحس بيها حتى فروة الراس متأذية. شنو اللي قلبت المي كانت عمية وخومها عمية. بهاي الكلمات مالت الدكتور هجم مرة ثانية مثنى علي، وعمي يتحاسب علينا، وأم وليد تتعدد علينا وتتلاسن ويا أمي، وأنا دموع تصب عليها. تشوهت حبيبتي من وراي حتى ما أحس بضربات مثنى اللي يوجهها إلي. أستاهل أظل أكون أنا أستاهل. نجي المثنى. كنت ببيت عمي كالعادة، كل جمعة أروح أنتظر بلكي تجي وأشوفها. ماكو حرمها مني تجي البيت أهلها. النسوان كل جمعة ببيت أهلها، وهي من دون النسوان حظها أسفل السافلين، مثل حظي اللي ما جمعني بيها. فأني كنت كل جمعة أروح في سبيل أشوفها لعل وعسى. وكان يجي لعمي اتصال من الحقير سنان. شفت عمي تغيرت ملامح وجهه، وقف على حيله وقال شلون ويمتى هسه بأي مستشفى. قلبي نغزنا على هيام، عرفت صاير بيها شي. عمي قال يلا قوم مثنى أخذنا للمستشفى. هيام يقول سنان احترقت بمي فاير. اتخبرت ما صدقت اللي سمعته، وعيوني قامت ما تشوف. توعدت السنان إلا أموت اليوم، خلص أكيد هم حارقيها، ولا هيام ما تسويها بنفسها. أم لي كانت يم عمي، هم صعدت ويانا. رحنا للمستشفى، وصلنا شفناهم واقفين بالممر، وهيام عياطها واصل للسماء، والممرضات والأطباء مخبوصين. بس شفت سنان قدام عيني. ركضت علي، نزلت دق بوكسيات وهو لا يتحرك، وأخوي يريد يفاككنا. كان يطلع الدكتور. من سمعت كلام الدكتور والتشوه اللي صاير بيه، رجعت هجمت على سنان وقلت له إلا أنومك بالحبوس يا كلب يا حقير. حضر لك إفادة زينة قدام الشرطة، ما عديها إلكم بسهولة والله، واللي خلق الكون وراح أطلقها غصبا ما عليك. دفعته انت القلم السناك.
سنان من سمعت كلام مثنى التفتت لأمي اللي قاعدة تتفرج علينا وتصلخ بوجهها. اقتربت مني: يما سنان احترقت مرتك. قلت لها: لا مو احترقت، عبير حرقتها، اكو فرق ومتعمدة تحرقها. جدر ماي فاير ينصب عليها شلون؟ عمية كانت لو مو عمية. والتفتت لعلي قلت له: انت شفتها من دارتها عليها مو الهالة سحلتها من شعرها؟ علي ساكت ويهز براسه، عرفت كلامي صح وهو شايفها. قلت لهم: فهموني هسه شلون؟ والشرطة اللي راح يخبرهم ابن عمها وتجي وينفتح تحقيق، شنو نقول لهم؟ الأم قالت: يا يما صدق تحكي، والله عبير ما تدري بيها. والجدر انقلب لأن ما سيطرت على الجدر وتزحلق من ايدها تقول. قلت لها: ايه ما تدري بيها وما اجي المي الا على هيام، لحد شقد بنتك مخربطة. وجت الشرطة مثنى يمشي ويحكي ويا الضابط، ودخل الضابط الجو هيام، دخل شافه وطلع. مثنى: اليوم قلبي تعب وأعصابي احترقت حيل. هيام كل ساعة واحد طالع يتفرج عليها، اللي ما أقدر أدخل مدى أتحمل أشوفها. قلبي يريد يطلع من مكانه، كل شوية واحد يتفرج عليها. الضابط أصر يعرف منو اللي صب المي عليها، وأني أصريت ويا الضابط حتى أشبعهم حبوس بس بالسجون الكلاب. شفت أمها قامت تصلخ بخدودها، عرفت أكو شي هاي مبينة شغلة نسوان، بس حتى لو أسجنهم. سنان: قمت أباوع لأمي، وأمي تقدمت للضابط وقالت له: أنا يمه اللي صبيت المي، والله مو بقصدي، إيدي ما تحملت الجدر وقع من إيدي وانصب المي عليها. قال الضابط: لا تقولي لي حادثة، جدر كامل مصبوب عليها، محروقة ركبتها، اشتافها جيد مكسب. تحجون صدق؟ لو هسه أذبكم كلكم بالسجون. علي: سيدي والله شغلة نسوان بيناتهم بدون قصد، لو تعمد سدها من يمك الله يخليك. الضابط: ها ما يصير على انه الحكاية هاي حارقة البنية. قالت الأم: اي يما اني مرة كبيرة وعندي روماتيز وايدي بتعباتني، ردت أعود أساعدها، هم ما أشوفن إلا انهطرت. ظل الضابط مصر يوقفنا، ظلينا نتوسل ونبوس ايديه ما يرضى، مثلنا يصيح ما تنازل الا تتعاقبون. تالي امي قامت تتوسل بعم الحجي. عمي قال وحكى ويا الضابط وقال له: سجل حادثة، هذول نسابتنا عيب، احنا ناس ما نحاسب، نخلي ربنا يحاسب، وان شاء الله حوبة بنتي ما تتعدى اي واحد اذاها. مثلنا ما قبل، بس عمي سكتها وسجل الضابط وكتبها حادثة خطأ غير متعمد. نجي الهيام: ظليت بالمستشفى 6 أيام يعالجون بيا، مثلنا محولني الغرفة خاصة، واختي ام وليد ومروة متنوبات علي. ماجدة اجتي مرة زارتني وبعدها ما شفتها. صفحت اليمنى كلها شاش ومرهم، اتعذبت باللبس، ما اقدر انام من الالم ومن من التشوه اللي صار. حالتي النفسية حيل تدمرت، ما اقدر اتغطى بالبرد، ما اقدر، والملابس تخرمش جسمي. وسنان قاعد بالمستشفى مقابلني، بس ما يقدر يدخل غرفتي، وبالمستشفى يا هو اللي يجي ويقولوا ليش عنده قاعد هنا. مثلنا بس بالنهار ماكو، يروح يرتاح يغسل يبدل، يجي بالليل هو ومروة أو أختي أم وليد يباتون يمي بالغرفة الخاصة، ما حد يحاكي. متكفل براحتي، مداريني آخر مداراة. ايش قد تمنيت له القدر سامحنا وجامعنا سوا ومتزوجين، بس كنت أقول القاع فوق راسي، القاه فوق راسي قاعد يمنا وينطينا ظهره، حتى لا أضايق من نظراته وحتى آخذ راحتي من أتحرك. أيام الله لا يراويها لحد. بالليل سنان يروح قبل جية مثنى، لأن مثنى يتخبل منه.
رايح سنان يدفع تكاليف علاجي. مثنى لاعب بي لعب وقايلة طلقها بعد ما نرجعها إلك هذا الكلب. وقال له هذا الكلام نقلته إلي مروة بيوم. قلت لها الأم وليد اللي كانت يمي بالنهار أريد أحاكي السنان خليه يدخل. راحت صاحته وجاني دخل. طب من أم وليد خلينا وحدنا أريد أكلمه. طلعت وعافتني. اجى اقترب مني راد يبوسني من راسي. شلت ايدي بمعنى لا تتقرب. فهم وقاعد على طرف. قال شلونك حبيبتي؟ قلت له هي حبيبته الحمد لله حرقتني اختك المصون وارتاحت. اسمعني سنان هي كلمتين طلقني اني كرهتك كرهت عيشتكم. ايش عندي قاعد عندكم مجرمين خبثاء. حتى المؤخر ما اريد اخذه الك مثل راتبك اللي ما شفت منه غير العلاليق الصغيرة اللي كنت تجيبها الي وامك تستقبلك من يم الباب وتاخذ المقسوم الها ولبتها. سنان قاطعني هم الشرطة وعلي راتبي المصرف البيت. قاطعت اني ضحكت. راتبك كلهم شرطوا عدم دفاعك عني. شرطوا عدم دفاعك عني. هم شرط آخر الخاطر الله. بس قولي شنو من زواجي قشرة هاي؟ ها وين وعدك لي بالسعادة؟ أشوف كل شي ما شفت منها. شنو زواج كان يمك؟ شنو زواج كان يمك؟ بس بالشي اسمه سوالف طايحة سعادة بنظرك كانت هاي بس؟ قلت لي أهلك من أهل الله وينهم؟ أشو ما شفت منهم غير الخباثة. صار لي 4 أشهر. أخوانك طردوني بسبب تهمة باطلة. ما قدرت توقف بوجههم وتدافع عني. أختك وأمك خباثتهم يومية شكل علي. شفت وين وصلتني أختك؟ من غيرتها مني شوهت جسمي. هم زين الله ستر على وجهي ما احترق. اختنا قلت هاي اللي تاخذ راتب ابوكم الها وتسوي ذهب بالاقصاد الها وانت تقول لي مال جيران خوز جاره هاي اللي تنطي ذهبها لجارتها. ما شاركوا فلس من راتب أبوك لزواجك وقاعد تشتري أنواع وأشكال وضمضم زواجها. كله شفته وسمعته وساكته. شنو من بنت أختك هذه حاسبها شريفة؟ ليش عبالك الشرف بس بالحجاب واللبس المستور؟ لا، الشرف بالأسلوب وبالأخلاق وحفظ النفس من الأمارة بالسوء. أختك ما تملك ذرة أخلاق وأسلوب. تطلب مني أدلل عليها يم ابن عمي حتى يجي يتزوجها. هاي شريفة؟ لا، ولا مرة بحياتي يطلع مني كلام مثل هذا بحياتي ما حكيت بهالطريقة ويا أحد. بس انتو تخلون الحجر يحكي. وين وعدك البابا بأنك تحافظ علي؟ وهذا وعدك؟ شوف هذا فتحت العباية اللي لابستها حتى يشوف التشوه اللي صار بجسمي ودموعي قامت تتساقط. ما قصر بابا وعمي هم وياكم وعدلوا بيتكم الخايس وهم ما وقفوا بعينكم. كل هذا شنو من الخباثة شايلين؟ بس لو أعرف شو مسوية بدنياي وهيك انجازيت بيكم. وقلت له باوع وتفرج زين على جسمي. اللي مش هو عيطت عليه وقلت له هذه أخلاق أختك الشريفة. أختك الشرف سز. فتح لي عيونه وقال بنترة هي ما تتجاوزين. رديت عليه بنترة ولك هو شنو اللي ما يتجاوز عليها؟ روحوا زين شواربكم. اي والله روح زين شواربكم احسن لكم والنبي. هم حاسبين نفسكم زلم ونسوان تتحكم بيكم وتمشيكم هاي بدل ما تروح تسحلها. ما شرفني رجل مثلك يكون زوجي. بعد لا تربطني بيك
بعد لا تربطنا بيك رباط، خلاص انتهى، واحمد ربه ما حمل واحمد ربه ما حملت منك، لأن الرجال اللي ما يصون ويحافظ على زوجته ما ينحسب رجال. يلا قوم اطلع برا، وبعد لا تجي مسألة أيام ونخلص، وبعد ما أريد أشوفه، بعد ما أريد أشوف خلقتك، كرهتك، سمعتني كرهتك، اطلع برا يلا. قام يريد يطلع، التفت قال لي أنا رغم كل شي أحبك وراح أظل أحبك، وهسه أعذرك على هالكلام اللي قلتيه، لأن حقك اللي صار بيك مو قليل، وأني آسف لأن ما وقفت بجانبك، سامحيني. قلت له الله اللي يسامح مو أني، وغرفتي تتقفل وذهبي وملابسي وغراضي إذا صار بيهم شي ألعب بيكم لعب منا وبعد راح تقول هيام ثانية والله أبهذلكم. وقف صفن علي وبالعريق وطلع. جتي دخلت أمه لقيتني أبكي، قامت تهدي بي وحوشت لها كل شي، قالتي طلقي أحسن، خلي يولون زواجة الندامة. نجي سنان من احترقت واخذناها المستشفى. رجعت ورا ما طردتني من المستشفى مثنى للبيت. يعني هاي مثنى الطاردة من المستشفى. المهم دخلت أدور عليه الكلبة عبير اللي أريد أسحلها سحلة وموتها. لقيت علي مكفي وموفي، مهلش شعرها ومخربط وجهها كدمات زرق، وشفتها مشققة وحابسها بالمخزن، وأمي بعدها تدافع، وعلي يقول بعيني شفتها بعيني وهي تبتسم وخوف وهي تصب المي على البنت. طبعا والنبي حسبي ونعم الوكيل على هيك بنية، ما شفت هيجي خباثة. البنت شنو من صلافة عدها، هاي مو عين وكحة، لو أشوفها بعيني كان قلت تبتلون، لو ما أشوفها بعيني كان قلت تبلون على البنت. ملتهية تحط الهدوم بالإنجانة وهي بصفها، كانت تقدر تديرها ماي بطاسة. ليش تشيل جدر كامل تقدر غير تريد تحرقها؟ ليش فهموني؟ تغار منها لأن هي بايرة وهاي حلوة ومتزوجة، وهي لا عد باكر عقبه شو تسوي بينا من نتزوج نسواننا؟ وين نخليها؟ يا يا آفة اللي عدنا. يصرخ عليها ويوجه كلام إلها. عفتهم ودخلت غرفتي، وطول الأيام اللي كانت هيام بها بالمستشفى كنت أروح أشوفها. مثنى حجز لها غرفة خاصة وما خلاني أدفع تكاليف أي شي، بس يريد أطلقها. أهلي بطلت ما حاكيهم ولا آكل عندهم، حتى ملابسي أنا قمت أغسلهم، غرفتي أدخل بيها وأقفلها وأنام من أطلع حمى أقفلها. شلي ذهب هيام ضميتها بالكنتور وقفلتها. تفكيري يمها ما أعرف شلون صارت وما حد يخليني أطبلها. شغلي فصلنا الرجال لأن مدى أداوم. بيوم صاحتني هيام، دخلت أشوفها وأكلمها، كانت تصدمني وتقضى علي بكلام جارح، وضافت علي وطلبت الطلاق. بيومها متت رجعت لي بيت ميت، قضيتها بكي للصبح وأني أستاهل ورطتها بهالزواج. هيام ورا 6 أيام طلعت من المستشفى ورحت البيت أهلي، طبعا لابسة بس عباية على جسمي ما أقدر من الحرق أحط على جسمي. ووصف دكتور شاطر بالحارثية مثنى، قال أخذك العصر علي ونروح. بابا حبيبي استقبلنا من نزلنا بالجراج، وماجدة وأم اليد ومروة حاضرات. قوة كنت أقعد وأتحرك. تغدينا للعصر أخذنا مثنى للطبيب، كتب لي علاج ومرهم، ورجعنا قمت أستمر على العلاج والمرهم، بس التشوه بقى. مثنى وقف لي وقفة أخواني لحد الآن ما عرفوا بالحرق ولا قلنا لهم. ظليت حزينة على جسمي واللي صار بي. مثنى قام يبات يمنا، ماجدة وزوجها وجهالها فوق ساكنين، بس تنزل تنظف وتطبخ. أني بعدني ما متعافية زين. بيوم اقترح علي مثنى قدام بابا سافر لبنان وتعالج هناك. وافقت وبابا هم وافق، بس جواز ما عندي، أحتاج جواز إلي
مو مستمسكاتي، هاي ما أعرف ألفظها. قلتها يا الله مو مستمسكاتي، كلها يم سنان. قلت فرصة أجيب كل ذهبي وغراضي، لازم أروح أنا أجيبهم من يمهم. خليت بابا يخابره ويقول لي العصر جايين ناخذ غراضي. رحت العصر أني وبابا ومثنى ومروة، نزلنا استقبلنا سنان اللي كان يعرف بجيتنا. طبان البيت يجني يسلمن علي ويبوسن بيه، أبد ما رديت عليهن ورحت لغرفتي. لميت كل شي، أنا ومروة حطيناها بالجنطة، وطلعت لقيت علي وسنان ويا بابا واقفين، وهن قاعدات بالمقر. والنوب أم حسين جاية الظهر قاليلها حتى تجي تتفرج. كنت بقلبي شبعوا بسنان، انتو بنتك منو بعد؟ أبد ما سلمت عليهن. اجا سنان يحاكيني، قلت له عوفني وخر وطلقني لاخر مرة، اقول لك انتظر ورقة طلاقي. حاول يحكي علي ما خلاه يحكي، لزمه من كتفه وهز راسه. التفت وقال لي المروة صيحي مثنى خلي ينزل ويجي ياخذ الجنط. اجا مثنى واخذهن وبابا راح طلع للسيارة. صحت مروة لقيتها صافنة على علي وهو صافن عليها. ما سمعتني الثول، رحت سحبتها من ايدها وصعدنا. بس بابا سلم عليهم أنا ومثنى ومروة سكتة. وبعد لا كلمته ولا شي. انطيت أوراقي المثنى، طلع لي جواز سفر. ورا أسبوع طلع جوازي بفضل مثنى، وتحضرنا للسفر بابا وأنا ومثنى. خطية بابا حيل تعبان ويانا، بس بابا خابر سنان واستأذن منه وقال له أوديها عالجها بعد اللي سويته بيها. سكت وقبل رغم كنت ما قابله، بس بابا قال لازم يا بنتي شرعا ما يصير إلا بموافقة رجلك. قلت له يا زوج إلا موافقة زوجك. قلت له يا زوج هذا اللي ما حسيت بيوم زوج، اللي مثل العالم والناس، لا مصرف ولا بأي شغلة تخصني. سافرنا ورا يومين من مخابرة سنان ورحنا للبنان. الله شنو من حياة هاي، هنا أوف الهواء يرد الروح والطبيعة تجنن. أول مرة بحياتي أسافر بيوم 2006 2/6. كانت عملية التجميل اللي سويتها بلبنان. نمت بالمستشفى 3 أيام، وراها طلعت للفندق. كملت علاجي. طبعا هم كانت صعبة هاي الفترة، لكن بعد أسبوع كنت أبدل الصبح. وقفت قدام المراية شفت جسمي راجع مثل قبل ومدى يبين بي أي تشوه. حطيت إيدي على حلقي من الفرحة والدهشة والفرحة، وقمت أبكي من الفرحة. بابا ومثنى كانوا بغرفة وأنا بوحدي بغرفة. كان أسمع طرق باب غرفتي اللي لبست ورحت أشوفه منو كان. ألقى مثنى بابتسامة صباح الخير. قلت له صباح العسل. قال ممكن تسلميني نفسك اليوم أوديك المكان بس ما تحترضين؟ أنا ضحكت قلت له وين؟ قال وين ما عليك بس سلميني نفسك. ضحكت قلت له صار أكمل لبس وانزل. قال يلا انتظر الجو بالمطعم نتريق ويا الحجي وبعدين اخذك ونروح المكان. قلت له اوكي. قال هو راح واني كملت لبست ونزلت وراه. شفته قاعد ويا بابا. قعدت تريقت وياهم وبعدين اخذني المكان. بس دخلنا اندهشت. يتبع البارت الختامي الجزء الأول. أخذني بسيارة مستأجرها المكان، وقف بسيارتين ونزل. دخلنا كانت عبارة عن مركز تجميل أفروديت بشارع مقدسي الحمراء بيروت لبنان. انبهرت والتفتت المثنى واني حاطة ايدي على حلقي. أول مرة بحياتي أسافر وأول مرة أدخل هيجي مركز تجميل بالعراق. ما عدنا مركز تجميل طبعا تحكي بذاك الوقت. فتعجبت هو واني صالون ما راح
ما أروح أنا هالقد إنه بمركز تجميل. ضاوعت المثنى باستغراب. رحنا نمشي فهمني مستغربة من الوضع. جارني من إيده لزمني وقال هاي ايش قلنا مو قلتلك بس سلميني نفسك أو عملت له براسي بمعنى إيه. وسكتت. استقبلتنا بنية بالريسبشن وتكلم مثنى وياها وقال لها عدنا حجز باسم هيام علي. وراها اجت صاحبة المركز وياها شاب رحبت فينا بحرارة وقدمت لنا القهوة وشربنا القهوة. قام مثنى واستأذن مني وراح وهو يقول لصاحبة المركز على الساعة 6 أجي أخذها وتكون جاهزة ويا ريت ما حد من الشباب يلمس شعرها لأن أني كتير بغار عليه. وهو يغمز له ويبتسم وراح ودعني وراح. وراها اجت بنت أخذتني أول شي سوي لي تنظيف بشرة وعدلوا لي حواجبي. ما قبلت أسوي تاتو وشعري اختاروا لي لون أشقر عسلي طلع يجنن علي. وماسكات وخلطات وليزر ومكياج كان آخر شي. طبعا ما خلوني أشوف نفسي إلا من كملت. ما صدقت اللي شفته. هاي أني اتغيرت جذرا. سوالي بس المكياج والأستاذ مثنى جايب لي فستان كلش حلو يجنن لونه أحمر أردانه كيبور ومطعم بكريستالات طويل من فوق مجسم ينزل الجو يعرض مثل ذيل السمكة تقدرون تقولون. بس انطتني البدلة مديرة المركز. استغربت وسألتها من مين البدلة. قالت هيدا من ميسو مثنى له إلك طلبة مني أعطيك إياه بعد ما تكملي وتلبسيها. قلت لها شكرا مدام. وبقلبه يقول منك مثنى ومن جنونك لوين تريد توصل. كملت مكياجي وقعدت أنتظر مثنى وأتفرج على اللبنانيات وأشوف قدام عيوني عالم غريب عجيب. لأول مرة أشوف النساء عجائز بس مهتمات بنفسهن ويا بناتهن جايات للمركز ولا وكأن بيهن مبين ولا وكأن بيهن ويا حفيدات جايات. وإحنا العراقيات بس وحدة بيها تعبر 30 بعد يحسبوها مرة كبيرة لازم تستعد بعد تدفن نفسها ويا زواجها وأطفالها. اي والله صدق والله هنا الحياة غير. لابساتي اللي يعجبهن يسوون ويرتبن بنفسهن بالشكل اللي يعجبهن مو اللي يعجب الناس. بال6 إلا دقيقة اجاني مثنى انتظر بالريسبشن لحد ما طلعت له. من شافني وقف على حيله وابتسم لي ابتسامة رقيقة واني هم ابتسمت له. مشيت يمه ووقفت قريب مني قلت له يلا نروح واني اشر له براسي لبرا بالعريق ورجع ابتسم لي ابتسامة عريضة ومد لي ذراعه وعود لزمني من ذراعي. ما ادري ليش حسيت نفسي اليوم عروسة وعريس وهو مثنى وفعلا تمنيت بقلبي انه يكون عريسي. لكن واقعي المرير بالعراق يقول غير شي. رغم ذلك ما بينت على وجهي الزعل والضوجة. ظليت مبتسمة ما اريد اخرب على مثنى يومه. هو محتاج وجودي اليوم وياه واني هم محتاجة وما اقدر أجازي أفضاله علي بالنكران. مديت يدي ودخليتها بذراعه ومشينا سوا. طلعنا صعدني بسيارته فتح لي الباب وصعدت والتفتت وهو وراي صعد من جهة السائق. من صعد تأمني وقرب وجهه مني وقال الله عطرك يجنن. ابتسمت له وقلت له ايه عطروني أبى عطر اسمه دولتشي أنت كابانا مبين ماركة. طبعا كنت بذاك الوقت ما أعرف الماركات هالقد لحد يقلد علي.
مثنى لكي يروحوا لك كل الماركات فدوة كم هيام عندي أشبعك من كل الماركات وأبو الماركات تدللين آخذ لك منه حبيبتي. وسحب إيدي وباسها برقة. أنا خجلت وقلت له بعدني حبيبتك مثنى وتبقي للموت ولا أعوفك منه وبعد أبد. حبك بدمي يجري. تدرين شنو؟ العفو. تدرين شنو يجري بدمي؟ هزيت راسي وقلت لي أعرف. فدوة روح لدمك. مثلا اسم الله عليك حبيبتي كم هيام عندي. ابتسمت ودنكت وهو هم ابتسم وحرك السيارة وطلع. أخذني المطعم راقي ودخلنا وكان أشوف أن بابا قاعد على ميز وينتظرنا. باوعت المثنى بفرح. افتهم سبب فرحي. هذا كان أحلى شي يجذبني المثنى، حبه وتقديره لبابا. وقال عمي أبويا قبل لا يكون أبوك ما عوفل ومهما صار كافي خلف لي بلوة حياتي اللي بناني الله بحبها طول عمري. ضحكني كلامه. وصلنا يم بابا وأني أضحك وبابا ضحك على ضحكي. فتيته والله شكد حنون مبين. المهم سلمت على بابا وبوسته لأن الظهر ما شايفته. بابا ابتسم وقال مثنى عجزت عن شكرك ابني، ما أعرف بيش أجازيك. وقفت هي وقفة أخوانها ما وقفوا لها هاي الوقفة ونعم الأخ وابن العم. انت إلها محفوظ هيام أخ مثلك يا هيام أخ مثلك دليلتها هواي. مثنى حكي صلي على النبي يا أخ. لا تخليني أروح أذب نفسي وأغرق. أذب نفسي بالبحر وأغرق. وأني يلا أريد أطلقها وأتزوجها وأنت تقول أخ. وأنا وبابا خربانين ضحك عليه وعلى حركاته. بابا قال إيه غير أستفزك يا ابني والله ثم والله هيام بعد إلك وغصبا عنها لا ما رضت. خجلت وقلت له بابا هاي شنو تريد تغصبني وهم زواج؟ مثلا قاطعني وقال إيه غصبا ما عليك بعد كافي ما تحمل مررتي قلبي أسحلك سحل المحكمة وعقد عليك فهمتي؟ أنا قلت له خلي أطلق والله كريم. قال إن شاء الله قريبا بس نرجع أرفع لك دعوة طلاق ونخلص من أخو عبورة العوبة. بس ما فوتها إلها إلا أرشب تيزاب. أنا ضحكت لا دخيلك أوفها الله ياخذ حقي منها. قمنا نسولف ونضحك. جابونا العشاء كملنا من خلصنا مثنى اقترح علينا نروح نفتر شوارع بس بابا ما قبل يجي ويانا. طلعنا وصلنا للفندق. قمنا كملنا طلعنا وصلنا باب الفندق. طلعنا أنا وياه بالسيارة. قام يفتر ويفرجني لبنان بس فعلا اتجنن واخذني الكازيوني يطل على بحر. قعدنا نشرب عصير وقعدنا بيها لحد الساعة 11 اثناء ما كنا قاعدين. صارت عركة بين نسوان 2 على مود رجال وهن تخاصرن وحدة على الثانية وكل شي ما فهمنا غير كلمة يا دلي. ومثنى لزق بهالكلمة وقام يمشي ويقول لي يا دلي. عركتهن كانت كلامية. ومثنى يقول هسه العراقيات كان أخذتها بالبوكسيات والسحل والشعر ونومتها بقع ونزول ونزول عمي ذني فاهيات. حتى عركتهم مو حلوة. ضحكت أنا على كلامه وقلت له أوف منك تحبون عركة النسوان. بعدنا نتفرج على هذا اللي صارت عركة الزلم. صارت عركة قوية ورانا ما الزلم. التفت لي وقال هيو باع وراك عوفي هاي العركة الصغيرة باع العركة الكبيرة وراك. وفعلا باع شوف الزلم يتعارك. يما أخاف من عركة الزلم. قلت له قوم رجعنا الفندق أخاف أني. قام يضحك علي وطلعنا رجعنا الفندق. وصلنا الفندق صعدت بالمصعد وصلنا لباب غرفتي وهو نازل تحشيش باللهجة اللبنانية وكل ساعة يقول لي دلي يا دلي ويتخاصر لي مثل النسوان واني خربانة على سوالفه. ضحكت قمت انطلق. ضحكتي قامت تنطلق حيل. صوت ضحكاتي قامت تعلى. هو يقول لي نص صوتك. فتح لي باب غرفتي ودخلت لي بالباب.
دخلت بالباب قلت له يلا مثنى نعسانة وتعبانة خلي انام تصبح على خير. كان يدفعني للغرفة وهو يقول ها ترضيني، اني امشي بخطواتي لورا واضحك واقول له والله نعسانة وتعبانة. قال ولك ما لحقت احاكيش خلينا نقعد نسولف. اختفت ضحكت وسكتت قلت له لا مثنى ما يصير هسه خلي باكر نقعد نسولف هسه اللي يشوفك طالع من غرفتي شي يقول. مثنى ما حد يحكي ويقول هنا تعالي قاعد يسحبني من ايده وقعدني على السرير. ما اعرف ليش خجلت من قعدت يمه رغم قلبي مرتاح وياه هالمرة اكثر من اي مرة. همس لي قرب من إذني أحبك. فز قلبي من مكانه وكمل اليوم طالع تخبلين. أنا بهمس دير بالك لا تتخبل. مثنى تخبلت من زمان مو هسه. أريد أشوف شعرك سويتي بيه. قلت له مثنى انت بعدك محرم علي. وقمت من يمه اروح عن يم الباب. قام مراي كان يلزمني يسحبني من خصر بيده ويده الثانية جر حجابي من راسي وحضني من ورا ويشم شعري واني حاسب انفاسه من الموقف. ركضت وقلت له مجنون روح لا تسوينا مشكلة كافي ترى ما حبك بعد. وضحكت. قال ها هيك صارت لعد راح اطلع ونشوف منو اللي يباوعلك بعد صوت يستاهل يلا تصبحن على خير. انا طالع وسمعت صوت خطواته طلع وسد الباب قوي. صارت سكتة قلت هاي هي راح خلصت. اتنفست الصعداء وفتحت الباب وطلعت وقفت بباب الحمام وباب غرفتي صايرة بنهاية ممر المدخل وحمام بابا بوسط الغرفة. بوعت موقع حد على السرير الضخم العالي. قمت أمشي للكنتور أريد أطلع هدوم اللي حتى أسبح. فتحت باب الكنتور ومديت إيدي أريد أن أطلع كان يلزمني من وراي. كان يحضني ويحط إيده على حلقي كأنه ما يعرف راح أصرخ وهو مسلي بطة عبالي. شافك اليوم قلبي دق دق صدري يرتفع وينزل والهبطة وقلبي دق صدري يرتفع وينزل والهبطة أخذت حيلي وقعت من إيده بالقاع وقمت أحكي بتقطع حيل انهبطت. قلت له أوف منك ما قلت يصير بيها شي هبطتني ليش هيك. قعد بمستوى وشبك راسي صدره وقام يعتذر وقال حبيبتي ما تقصدت أخوفك والله آسف حبي سامحيني. أنا مثنى عافية إذا تحبني هسه أروح كافي باكر نحكي. قال أحبك عشقك صار راح أروح وأعوفك ترتاحين بس نحكي باكر نحكي. أروح عن أني لا تنسين علاجك وآسف حبيبتي لمرة ثانية عافني وراح. قمت قفلت الباب ورحت سبحت وجففت ونمت. الصبح سمعت طرقات بابي عرفت هو. قمت فتحت الباب وأني لابسة ثوب قصير ربع ردن وعليه روب طويل وذبيت شال على راسي. فتحت الباب لقيته هو وياه ميز ريوق وبسنونه شاي الوردة وبيده يدفع عربانة الريوق لغرفتي. دخل وسديت الباب تفتت انطاني الوردة وقال يلا نتريق وننزل اليوم نتسوق لين عقب باكر سفرنا للعراق. قلت له حاضر واني ابتسم له. قمت اتريق وياه ويريقني بيده لحد ما كملنا وما عرف شلون قعد عاقل. المهم سألته عن بابا قال كان نايم ما له خلق. خفت على بابا وقلت له روح هسه ابدل وجهي. راح وهو وبدلت ورحت البابا. دخلت البابا بوسته وسألته شبيه قال ما بيه شي بس أحس ما بيه حيل أتحرك ولو ماكو شي وجعني بس دوخة عندي. انهاريت وانقهرت على بابا كله بسببي أكيد القهر تعبه. بيومها ما رحت ويا مثنى للسوق قعدت يم بابا. راح وهو تسوق الكل هدايا حتى الماجدة وزوجها اللي ما يطيقهم هو بس الخاطري وحتى البابا اللي جاب حتى اللي بابا جاب. عجزت عن مثنى ما اقدر اوصف له شكري وامتناني إله. قلت له ما اعرف شلون اجازيك. قال الطلقي من السنان ولبسي هاي الحلقة خاتم زواج بصبعك تقولين جازيتيني وابتسم برقة. قلت له ان شاء الله. بيومها سهرت الوقت متأخر يم بابا بغرفتهم وثاني يوم رحت للطبيب التجميل.
عجبه نتائج علاجي وانطاني مراهم استعملها شهر ثاني. واليوم اللي وراه رجعنا العراق. راح مثنى لبيتهم بعد ما وصلنا واني وبابا اخذنا نومه من العصر لثاني يوم. صعدت احس نفسيتي حيل مرتاحة واحس الفرح بقلبي بسبب مثنى. يومين ما شفته بس كنا نتواصل بالموبايل. كان يدز لي رصيد كل يومين مع العلم كنت ما احتاج الرصيد. بيوم جاني اتصال من سنان رفضته وظليت ارفض. هو ظل يتصل تالي دزلي مسج كاتب أرجوك ردي. اتصل ورديت قال شلونك؟ قلت له الحمد لله. شو تريد وليش ما طلقتني؟ قال أحبك ما أقدر أطلقك. راح ألقالك حل وأبعدك عن أهلي ونعيش وحدنا. عزلتك بالبيت سويت لك مطبخ من الحديقة الخلفية ومطلع غرفتنا وحمام بصفة بنية بناء بسيط بس أخلص من أهلي. بس أخلصش من أهلي. قلت حبي أنا صدق تحكي أنت ويا بناء أنتو تبنون صلوات؟ هو أنتو تعرفون بالبناء؟ اسمعني سنان أنا بعد منا بعد 7 مستحيات أرجع لك. طلق أحسن لك وشوية خلي عندك ذرة نخوة واعتقني لوجه الله. اعتقد احنا ما كلفناكم بيوم والمؤخر قلت لك متنازلة عني بس طلقني وسديت الموبايل بوجهي. بس ضجت كل شي بيوم وتمرضت. قامت تلعب نفسي بابا بعده تعبان. مثلنا خابرني حكيت له قال باكر ارفع الدعوة لا تضوجين. وفعلا ثاني يوم خابرني رافع الدعوة وجاني للبيت. كان مشتاق لي واني هم مشتاقت له. كنا مسوين بيومها دوم اتغدى عدنا وبابا قوة ياكل بالصلوات قوة يحط اللقمة بحلقه. مثنى ما عاجبه الوضع قال خلني ناخذه للطبيب اخاف تعبان من السفر. وفعلا عصر اخذنا للطبيب واحنا هناك. قامت تلعب نفسي من ريحة العيادة. قلت المثنى قالت تعالي اوديك الحمامات. دخلت رأسا تغيرت كرمون. طلعت ورا ما غسلت وجهي مثل الكركم. شافني هيك مثنى تخبل وقال تعالي بصفات دكتور. اكو دكتور دخلي يمها خليه تفحصك. حاولت ارفض ما قبل الا يحجز لي. دخلت بس حجزت لي. حكيت لها اعراضي قال سوي تحليل جيبي لي. رحت سويت تحليل مثنى بهاللحظة دخل يا بابا للفحص. طلعت نتيجة تحليلي وديتها الدكتور قريتها وقالت مبروك حامل. وات وشوفوا باعوا ما لازم تكمل الفرحة أبد. لازم تطلع لنا سالفة. استغفر الله ربي. يابا خلينا نكمل. يابا هنا عبالك ما يحاول صبوا على راسي. قمت ورا ما كتبت لي علاج. طلعت راحت البابا مثنى لقيتهم طالعين يسوون تحاليل البابا. وجهي مبين عليه صدمة. اتقرب مثنى مني وسألني. صفنت عليه والعبرة خانقتني. شو اقول له؟ شو جاوبه؟ اقول له حبك واحلامك راح يقضي عليه حملي من السنان. سكتت قلت له مستبردة. قلت مو وقتها هسه. طلعت تحاليل بابا النواب طلع مريض. بابا ارجع له اقوى مسيطر على جسمه لازم علاج كيميائي وجزات ومنو يسافر بيه. وريد بعده بماليزيا. ومثلنا صاير والنوباني طالعة حامل. رجعنا والهم ما كنا والحزن مسيطر علينا من صفحة بابا ووضعه ومن صفحة اني. رجعنا لقينا مروة ام وليد يمنا وماجدة نازلة وياهم قاعدة. بابا راح يرتاح مددناه بغرفته وجينا قعدنا بالهول. حكيت لهن وضع بابا أنا ومثنى وبعدهم قلت لهم عندي خبر لكم ب1,000,000 دينار وأنا أضحك باستهزاء على حالي ومثنى قاعد. قلت لهم ودموع تصب. سكتوا مو طلعت حامل. مثلنا قبل فز من مكانه وقاعد كذب تشاقين مو. سكتت ودموع 10. صرخ عليه وقال احكي. قلت له والله وقمت ابكي والطم. بوعلي بخيبة امل عمري ما انسى نظرته ذيك. وقال لا لعبتيها علي صح؟ اني قشمر إلي تقشمرين وانتي تعرفين بنفسك حامل. الله اكبر عليك. شنو انتي ليش هيك تكسرين قلبي ليش؟
وعافنا ويمشي يريد يروح، ركضت ورا زمت ايده قمت اتوسل بيه قلت له اسمعني مثنى، قلت له اسمعني بس اسمعني. هو يمشي يدفع بيه، طلع برا للطار ما هم شلبت فيه لزمته مثنى فدوى لا تزعل والضوج هذا حظي المسخم حظي، والنبي حبك واريدك واريد اتزوجك. والله الحمل ما حاسبة حسابه ولا ببالي، وكنت ملتهى ما حاسبة لنفسي. والله لا تظلمني، والله أريدك. دفعني وراح صعد لسيارته وراح قعدت بالطار ما بيقاوم منهارة وابكي بحرقه. اجن خواتي ومروة يحضنن بيا ويبكن على حالي، ما ادري لو على بابا. دخلنا جوا وقامت ماجدة تحكي قالت شوفي قلك احسن شي سويت نزين طفل يم قابله وتخلصين منه ومن أبوه، لأن من أحد شاف ولا من أحد درى. أم وليد قالت اتخبلتي؟ قالت أم وليد اتخبلتي؟ شو اسمه شنو تنزين إذا صار بي شي اسم الله شو نسوي ساعتها؟ سكتوا وخلوها ترجع الرجل بلكي تتعدل أمورها على هالطفل ونشرط عليه يعزل بيها بعيد عن أهله. قمت عنها لأن كلامها ما عجبني. رحت لغرفتي دخلت قفلت الباب وقعدت على سريري دايق بكي للصبح. مثنى اتصل بي اتصل بي يرفض اتصالي، أراسله يتم التسليم ما يجاوب. ما أعرف يمتى غافية ونايمة ودموع على خدي. ثاني يوم الصبح أم وليد موصية خبر حملي السنان. اجاني السنان اللي بيها، سمعت الجرس بس ما عرفت منو. رحت فتحت الباب وكان عندي سنان قدامي، بس شافني اقترب مني حتى يبوسني. دفعته وقلت له شو تريد؟ قال بكل كبرياء أريد مرتي وابني. اتخبرت من سمعته قلت له شنو منو قال لك؟ قال أم وليد والحمد لله هذا الولد اللي راح يجمعنا سوا مرة ثانية. قمت أصرخ عليه وقلت له ما أرجع لك، مستحيل أخلف ابني وأربيه لوحدي. مستحيل أخلف ابني وأربيه لوحدي وأنت ظل لا تطلق، بس ما لرجع لك مستحيل. فهمت؟ كان أسمع صوت بابا هو يصيح علي باسمي. التفتت لقيته واقف ورا قال هيام عيب وأنت ابني تعال نتفاهم. دخل سنان وراح وباس إيد بابا وسلم علي وقعد وياه وطلب بابا أجيب ماي وعصير السنان. رحت أجيبن جبت لهم ووجدتي وجيت كان اسمع واني يم الباب الهول. بابا يقول السنان ترجع لك بعد ما طول طلعت حامل ما يجوز طلاقكم بعد. يتبع.